بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القراقيش بتاعة الافران بطريقة سهلة، وبإذن الله انا واثقة انك لما تشوفيها هتقومي بإذن الله تعمليها على طول. جميلة جدا في الشتاء لو عملناها مع كوباية شاي بلبن بالليل، او ما انتش عايزة تفطري الصبح وفطرتي بيها، حلوة جدا. تحطيها للولاد في اللانش بوكس ياخدوها معاهم، احلى ما يشتروا حاجات من بره فيها مواد حافظة. طيب هنسمي الله وندخل على المقادير على طول. دول 4 كوبايات من الدقيق، انا نخلهم كويس. حطيت عليهم معلقتين من اللبن البودر، وكمان معلقتين من السكر، معلقتين كبار من السمسم. بعد كده حطيت نص معلقة صغيرة من اليانسون المطحون، وربع معلقة من الملح، وكمان هحط زي ما انت شايفة كده نص معلقة من البيكنج باودر. بعد كده هحط عليهم معلقة ممسوحة من الخميرة الفورية، وهقلب المكونات دي كلها مع بعضها. بعد كده عندي كوباية إلا معلقتين كده من المادة الدهنية، أنا مجمعاها ربع معلقة، ربع كوباية من السمنة النباتي، وعليها معلقتين من السمنة البلدي، وكملت الباقي من الزيت النباتي. بعد كده بعد ما خليت الدقيق امتزج كويس جدا، الذرات بتاعته كلها اتغلفت كده بالمادة الدهنية. بعد كده حطيت قدهم بالظبط مية دافية. هنا بقى ركزي معايا في الحتة دي، ممكن نوعية الدقيق اللي انت بتستخدميها ما تحتاجش اكتر من المقدار اللي احنا حطيناه في الاول، اللي هو قد ما حطينا سمنة حطينا مية في المقدار بتاعنا ده، يعني كوباية الا معلقتين من المية. بس الدقيق بتاعي انا احتاج اكتر من كده، يعني انا لو كنت كملت الكوباية لحد فوق هيبقى فيها فرق بس 3 معالق تانيين. لو كنت كملتها لحد فوق يبقى هو مج الشاي ده حلو جدا على نص كيلو الدقيق. لكن انا علشان حطيتها قد السمنة رجعت تاني زودت حوالي 3 معالق من المية، لمتهم مع بعض وبعدين سبتهم في الطبق جنبي دقيقتين 2 بس. رحت جبت السجان اللي انا هحط فيها القرص بتاعتي ورجعت تاني، بدل ما ايدك تتعبك في العجن وانك انت عماله تلت وتعجني في العجينه بتاعتك والدقيق، وهتبقى قاسيه عليكي. لكن لو سبتيها شويه دقيقتين 2 مش اكتر من كده ورجعت لها تاني، هتلاقيها بسم الله ما شاء الله بقت زي الملبن في ايديكي، مش محتاجه عجان ولا اي حاجه خالص. بس يبقى احنا كده احتاجنا مج واحد مليان من الميه. انت في الاول هتحطي مج الا معلقتين، وبعد كده لو الدقيق بتاعك احتاج هتزودي لحد ما تلاقيها كده تعجنيها في ايديك تلاقيها ناعمه وجميله خالص. بعد ما سبت العجينه بتاعتي ارتاحت حوالي نص ساعه، بعد كده حطيتها زي ما انت شايفه كده في الصينيه اللي انا هفرد فيها وهشكل فيها العجين بتاعي. خدت جزء منها واللي هيفضل على طول هغطيه بكيس بلاستيك علشان وشه ما ينشفش. الجزء اللي هتاخديه حتى لو انت مش عايزه تعمليه بمردانه وعملتيه بايديكي كده وزي ما كنا بنعمل زمان، حلو خالص. عايزه تظبطيه بقى وتظبطي الوش بتاعه بالمردانه وتخليه قطع متساويه، يبقى زي ما احنا هنعمل كده. شايفه؟ بسويها كويس من الجنبين وافردها بالمردانه، اخلي الارتفاع بتاعها ما يزيدش عن سنتي. بعد كده هسويها بالسكينه واقطعها صوابع متساويه كده زي بعضها، وعلى طول هرصها في السجان بتاعتي واسيبها تخمر. وبعد ما تخمر ساعة، لان احنا في الشتاء هتاخد ساعة، وبعد كده على طول هتدخليها على فرن 180، هتسيبيها 15 دقيقة تاخد وش من تحت او تاخد اللون بتاعها من تحت، وعلى طول اخر دقيقة تفتحي عليها الشواية من فوق تاخد المنظر والشكل الحلو اللي انت شفتيه في اول الفيديو. وبالهنا والشفا هتلاقيها مقرمشة وجميلة كريسبي من بره ومن جوه هشة وفي منتهى الجمال. يا سلام عليها مع كوباية شاي الصبح او بالليل، او تحطيها للولاد في اللانش بوكس، او الولاد رجعوا وانت لسه بتحضري الغدا وحبوا ياخدوها كده مع كوباية شاي، في منتهى الجمال.
بصي احنا مش بنرمي حاجة، القطع اللي احنا شلناها من الأحرف بتاعة العجين بنرجع نشكلها تاني بإيدينا ونسويها ونحطها لحد ما بنخلص الكمية كلها. زي ما قلتلك هتسيبيها تخمر. شايفة بسويها واعملها صوابع كده متساوية، وكل لما هاخد قطعة من العجين هغطي الباقي، مش هسيبه ينشف. هخلص بقى الكمية كلها بالشكل ده. عايزة تعمليها بالورب كده يبقى الصباع بتاعها بالجنب بالطول كده، براحتك، دي حاجة ترجع لك انتي. الطريقة بتاعتها سهلة وإن شاء الله موجودة عندك في البيت، هتقومي تعمليها مش هتاخد معاكي نص ساعة وهتبقى في منتهى الجمال جاهزة. هو بس التخمير اللي هياخد معاكي وقت، غير كده هي سهلة جدا وسريعة جدا. نص ساعة بتخمري العجينة وبعد كده بتسيبيها ساعة لحد ما التشكيل اللي احنا عملناه يخمر معاكي ويتضاعف. بصي زي ما انا بوريهولك كده في الصاج، وعلى طول كده بعد ما خمر بالمنظر ده هتدخليه الفرن. مش هياخد في الفرن 15 دقيقة وهيطلع بالمنظر الجميل ده. لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات، بإذن الله يوصل لك كل جديد. بس خلاص، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.